so da daɗi zaman aure mana da daɗi. Zaman aure haƙuri ake, maza ne ke haƙuri da mata ko mata ke haƙuri. Ce da shi aure rahama ce da shi idan halak yana ji da shi. Ita ya za ka kara girma buɗe zai zo ma da dama idan jama'a ka kara kima matar ka komai za ta yi ma har wani mai gida za ta ce ma soyayya na da daɗi. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء مهيدا. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان له عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقرضهم وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنين بالله واليوم الآخر أولئك كانوا به أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى أيوب ويونس وهارون وسليمان وهدينا داود زبورا. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدار. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لم تؤتوا فاعذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للصوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن أقمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المحسنين. وكيف يحكمونك وإن لهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يقول بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ولا قالوا بمنسوخهم من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزلناه فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزلناه فأولئك هم الظالمون. وأنوكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أصابوا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم وإنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا كاسرين. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهواي أو ما ختلت بأذن ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسوأ عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين قد اعترضوا بأسنا وهل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ذنب وإن أنتم إلا تكرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا من قل لا هذا الدم قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نسلكم ولا أنفسهم ينصرون بل تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تنقلوا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يريدون أن تلقي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لن تهتدى إنما أكلوا ما يوحي إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار خمسا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن السبيل يعتقده وآمنت بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولا تواعدتم لفتعلتم بالميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقذفهم وينصركم على الموت في صدور قوم مؤمنين وإذ يريد لقلوبكم يعجب الله من يشاء الله عليم حكيم. أما سبتم أن تتركوا لما أعلم الله الذين فيه دماغ ومن يتخذ من دون الله وما رسول المؤمن ميزان والله كبير ما تعملون. ما كان المشركون أن يعملوا مصالح شاهد على أنفسهم بالكفر ولا كافرة أعمالهم فإنهم كافرون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ومن يخش إن الله فاسع والملائكة أن يكون من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
sadaki 50,000. Alhaji ma'a shine waliyin habiba ko alhaji ba shine wakilin nafi'u an biya sadaki. Salati mi salati sha ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. alhamdulillah alladhi khalaqa az-zakara wal unsa bi qudratihi wa anna nakaha bainahuma ala ma taradiya alayhi min as-sadaqi bi ni'mati wa shirabi hukumati wa la nakaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahid ala bala ta shaida wa sallallahu ala sayyidina salima. alhaji ma'a ya wakilce mu da abin wakiltar sa habiba mu daura mata aure da mai suna nafi a bisa asalin sadakin shi naira 50,000 ya biya. ciyarwa da sharfatarwa da wurin zama da kula da addini da kare mutuncinta da haƙoƙanta sun tashi daga hannun waliyanta sun komo hannun nafi. wakilin shi alhaji abu su bai ka karɓar mashi Allah ba shi ikon ɗauka Allah haɗa an kullum su zawwajtuhu iyaha على فرائد الله وسنة رسوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر مساكم بإحسان النفقة على الزوج واجب بقدر حاله وحالها إن كان غنيا فقدره إن كان فقيرا فقدره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر الله أكبر. اللهم اجعل خيرا في هذا النكاح في أوله ووسطه وآخره بالرفاع والبنين بالرفاع البنين. التحيات لله الزكيات لله العباد الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اجعل خيرا في هذا النكاح في أوله ووسطه وآخره بالرفاع والبنين. بسم الله الرحمن الرحيم. في قريش إلى في مرحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. جماعة من دولة أولا نافي وده حبيبة ولي انت على جماعة يا أولا ده اتقى نافي وكيل شاء على أبو يا كلب مشي بس أقزم مشي. جماعة كل شيء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 آمين. المياه محمد المياه محمد الله يخليك الله Yawa
Sunana Salisu Nasir, bayan amarya. Ina fatan Allah Ubangiji wannan taro da ya haɗa mu, Allah Ubangiji mai da kowa gidan shi lafiya. Ina farin ciki sosai da sosai da wannan rana. Ina kuma mika gaisuwa ga ango da Allah ya taimaka, kuma Allah Ubangiji ya ba shi rikon amana da gaskiya. Sannan inda da ita ma amarya ta rike angonta hannu biyu. Allah Ubangiji ya taimaka. Ina fatan Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya, kuma Allah ba su abincin da za su ci. Ubangiji duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya mai da shi gida lafiya. Kan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama maka ga wannan lokaci, wannan rana mai albarka aka daura wa'annan aure na wa'annan amari da an gaye. Da fatan Allah ya ba su zama lafiya, Allah kuma ya kare su daga sharrin kawunan su da sharrin aljani da sharrin dukkan zamani. Allah ya masu sutura, ya ba su zaman lafiya, ya ba su zara a ɗaya ba. Allah kuma ya ƙara ma iyayen arziki, domin irin wannan shine arziki. Allah ya baka rufin asiri, ko da yaushe ka kula da iyalinka, ka kula da 'yan uwanka. Wanda yake da hali a ƙara mai, wanda bai da hali a taimake shi. Alhamdulillahi wannan hidima Allah ya sa albarka, Allah ya sa alkhairi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan rana ce ta farin ciki gare mu, wadda abubuwan da za mu iya gwadawa babu abin da za mu yi ga mun kamanta, sai dai mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama, ya ba da hali, ya ba da iko, ya ba mu natsuwa, ya ba mu ƙwarin gwiwa daidaita wannan magana aure. Wannan ya gwada sarkin yaƙi yana zane da mutane girma da arziki, kuma shi mutum ne mai ƙoƙarin halartar tarurruka in aka gayyace shi. Idan ka lura da yadda mutane suka taru a wannan gidan a halin da ake ciki yanzu, kuɗi ba za su iya tara waɗannan mutanen ba, sai dai zama lahiya. Akwai manyan ma'aikata, akwai manyan 'yan kasuwa, akwai manyan malamai, akwai manyan mutane daban-daban maza da mata waɗanda suka zo don taya mu murna akan wannan abuwa. Ashe kaga mu babu abin da za mu yi sai mai godiya ga Allah subhanahu ta'ala, sannan mu ƙara jaddada godiyanmu ga mutanen da suka halarci wannan hidimar ɗaurin aure. Na biyu, shi yaron da zai auri wannan yarinya ko kuma ya auri wannan yarinya a halin da ake ciki, shawara gare shi. Wannan yarinya karama ce, ba ta yi komai ba ta gogo da duk waɗansu al'amura irin na hudda da mutane ba, don ba mu ba ta dama ta tafi waɗansu hidimomi da mutane ba. Karatu ta yi, iyakan rigman nan duk magana ce ta abin da ya shafi makarantarta. To ta yi karatun nan ta gama, daga nan sai gidan miji ka yi haƙuri, ka ɗauka cewar Allah ya kawo nauyi da aka aza maka, to ka kare mutuncinta, ka ba ta wurin kwana, ka ba ta abinci, ka koya mata, ka ba ta dama ta ƙara samun karatu na addinin musulunci. Ita kuma rayuwar ta canza daga yadda take da za ta iya zuwa ta mana shagwaba, ta zo ta ce baba, ta zo ta ce mama, ta ce anti, ta ce waye, a zo a mata. Yau duk an cire waɗannan abubuwa, an maida shi ga wannan yaro da ya aure ta. To ashe tun da haka ne yanzu ya zama tilas mun dai gargaɗe ta, mun mata hudu ba akan cewa ta tsaya
ta bi yaron nan sau da kafa. Miji ne gare ta, daidai yake da matsayin uwayenta, daidai yake da babanta. In dai ta san babanta na hana ta abu ta hannu, to wannan ma in yana ta abu ya zama tilasta hannu. Ta kare mutuncin shi, ta kare mutuncin yan uwan shi, ta kare mutuncin iyayen shi, ta kyautata uwayen shi. Kuma mai addu'a Allah ya bada zuri'a ɗaya ba, Allah ya zannar da su lafiya, Allah ya ba su zuri'a mai albarka, Allah ya sa wannan auren da mu da shi da yan uwan shi da yan uwan mu kowa ya ce gane da aka yi wannan hidimai. Wannan shi ne abin da za mu roƙi Allah, cewar Allah ya sa hakan ya zama alheri gare mu, wanda duk ya shiga cikin wannan hidimai da gudunmawar da bada ta zowa da ta addu'a da ta abun hannu, waɗanda duk suka bada wani taimako Allah ya saka musu da alkhairi. Wanda duk ya zo daga ko ina ne Allah shi mai da shi gida lafiya. Muna godiya ga duk wanda ya halarci wannan wuri, wanda ma bai samu damar zowa ba Allah ya saka mashi da alheri. Muna bara addu'o'i da za a yi da neman zama lafiya, kuma Allah ya zanna da ƙasa lafiya, Allah ya zanna da mu lafiya, Allah ya ƙaro arziki da kwanciyar hankali. Assalamu alaikum. Ga wannan lokaci da Allah ya kawo mu na auren Habiba, Allah ya sa alheri, Allah ya sa gidanta ne, kuma Allah ya sa abokin arzikinta ne. Nana Zainab, a matsayina na ɗiya amarya ina fatan alkhairi, kuma Allah ya sa a haifan mana 'yan ƙannai. Sunana Hajja Aisha, ni ce uwa amarya, ina ɗaya daga cikin uwaye amarya. Ina farin cikin ganin wannan rana ta auren Habiba Mani. Allah Ubangiji ya sa alkhairi a cikin wannan aure, ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zuri'a ɗaya ba. Ina wannan aure a da Ubangiji Allah ya sa alheri, Allah ba su zaman lafiya da ita da abokan zamanta da mijinta, Allah ba su zaman lafiya. Allah ba da zuri'a ɗaya wata. Ubangiji Allah ya sa alheri, Allah ya sa alheri, Allah ya sa a ce wanda aka yi. Sunana Aisha Garba. A matsayina na kanwar uwar amarya, ina ma wannan biki Allah ya sa mishi albarka. Allah Ubangiji ya sa a ce kwamma da aka yi, Allah ya ba su zuri'a ɗaya ba. Ko a taron da ke wurin nan kuma Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya. Muna fata Allah ya sanya alheri a cikin wannan aure, Allah ya sa albarka. Ubangiji Allah ka tabbatar da alkhairi, Allah ka sa gidansu ne, Allah ka sa an yi cikin sa'a, Allah ka sa an dace, Allah kuma fitina, Allah kuma sharri masu sharri, Allah ka haura shi bisan makiyansu dan albarkar Qur'ani. Sharrin mutum, sharrin aljanni, sharrin kwaro, sharrin ƙarhi, sharrin dabba, sharrin mutum, Allah ya tsare su. Allah ka sa an yi cikin sa'a, Allah kuma Ubangiji ya ba da zaman lafiya, Allah Ubangiji ya ba da kwanciyar hankali da albarkar Qur'ani tsakanin ango da amarya, Allah ka sa a zanna lafiya. Wanda suka zo daga nesa, Allah mai da su gida lafiya, Allah ka tabbatar da alheri, Allah ya sa a ce gaba da aka yi. Sunana Hajiya Ummi. Ubangiji Allah ba su zaman lafiya, Allah ba su zuri'a ɗaya ba. Ubangiji Allah kuma ya saka mu da mahaifanmu da alkhairi. Wannan gata da suka bamu, Ubangiji Allah ba mu ikon kyautata masu muma. Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi, Allah kuma mai da kowa gidan shi lafiya. Sunana Hafsa, Kano nake Gwammaja. Allah ya bada zaman lafiya, ya ba su zuri'a mai amfani, Allah ya kai kowa gida lafiya. La'umi Naziru, ina farin cikin zuwa wanga biki da aka yi. Allah ba amarya zaman lafiya, dangin ta gabaki da Allah ya kare su duniya da lahira, sharrin mutum da sharrin aljanna duniya da lahira da Allah ya kare. Ibada zaman lafiya da zuri'a dai ba, Ubangiji ya kada na dukkan abinci a wannan aure, Allah ya kare. Assalamu alaikum, na yi farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana. Ubangiji Allah ya sa alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya haɗa hankulansu. Ina Allah sanya alkhairi, Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya, Ubangiji ya kawo kazantar ɗaki sai mun dawo suna. Sunana Juwairiya, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya kawo kazantar ɗaki masu albarka. Sunana Rahma daga Kano. Dan Allah kuma tsako ina ma da da fatan Allah ya sanya alkhairi, Allah ba su zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Hajiya Jamila uwa amarya. Ina fatan Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mijinta. Allah ya ba su zuri'a ta gari. Allah kuma ya ba kowa, Allah ya ba ɗan ba, Allah ya ci da ɗan ba. Zaman lafiya, Allah ya sa an yi asa, Allah ya sa gidanta ne. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa an yi asa, Allah ya sa aboki ya arziki. Sunana Maryam, a matsayina na amarya. Ina masu fatan alkhairi, Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya sa tsawon cera aka yi ma. Allah ya sa gidanta ne ya kuma ci da ɗan baya. Ina ma wannan amarya fata alheri, Allah sa alheri, Allah sa an yi asa'a.
ya ubangiji duk wata fitina da ke ciki Allah ya kauda mana ita, Allah ba da rabo mai amfani. Amarya ta zauna lafiya da ita da mijinta, Allah sa albarka, Allah ba mijinta abin da za ta ba shi, Allah ba mijinta abin da za a yi fida ta, Allah ba da zaman hakuri a kan. Sunana Mami, ina taya ta murna, Allah ba su zaman lafiya ya sanya alkhairi da kuma ɗan ba ya sa gidanta. Sunana Aisha, ina ma mamiya da Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa su gidanta ne. Ina ma amarya fatan alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa gidanta ne sai mutuwa ta raba. Allah sa alheri, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya kafa musu, Allah ya ba da zuri'a. Aisha, ni uwar amarya ce, ina kawo ba da wasan iskanci. Ina fatan alkhairi, Allah ubangiji ya sa to in canza ko kaburi. To ni ya suna na Aisha, uwar amarya. Ina murna, ina farin ciki da wannan aure. Allah ubangiji ya sa alkhairi ya kuma ba su zaman lafiya. Allah kuma ya kawo zai a ɗaya ba. Amar su daina kuka ba wai kin tafi kenan ba. In kin yi tunani aure ba mutuwa ba. In farin ciki ne baki kai an wanki wannan ba. Share hawaye dangin jiki yawan bana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, yan uwa da abokan arziki, da fatan sun zo lafiya. Da farko dai sunana ma Habiba Nasir Anga, in ce amarya. Allah ubangiji ya saka ma mutane da Allah ubangiji ya saka, Allah ubangiji ya mai da kowa gidan shi lafiya. Gaskiya na gode ma mahaifana suka tarbiyyantar da ni har na kai wannan matakin. Na gode ma Allah kuma da ya bani ilimi mai yawa mai albarka. Na gode ma kowa da kowa wanda suka halarci wajen bikin nan. Allah ubangiji ya sa kowa ya koma gidansu lafiya. Auzu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ba'd jama'a, assalamu alaikum. A madadina na ango a cikin wannan hidima, duk da dai ba ni kaɗai bane ango, akwai sauran angaye su ma. To a madadina da sauran angaye muna ma Allah godiya da Allah ya kawo mu wannan rana. Kuma wannan hidima ga ta ana faɗin za a yi ta, gashi Allah ya kawo mu rana har an yi ta, an ɗaura aure. Muna ma al'ummar musulmi da suka zo wannan taro muna masu godiya kuma muna masu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya, Allah mai da su gida lafiya. Kuma wannan hidima Allah sa mata albarka, Allah sa a ce gara da aka yi. Nesa da na kusa ubangiji Allah mai da kowa gidan shi lafiya, su ma Allah ya ba su zaman lafiya. Na gode Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. So na farko sunana Alai Nasiru Haruna Jiya, sarkin Arewan Katsina. Kamar yadda Allah ya kama wannan rana ta 12 ga watan uku na auren waɗannan ɗaya da jikoki, muna ma Allah godiya kuma muna ma jama'a. Yanda iya da jikoki da kanne da yan uwa da abokan arziki suka zo wannan sauga aka yi ta lahiya, kuma haka muna roƙon Allah mai da kowa gidan shi lahiya. Da ku yan jarida da ku abokan ayyuka da duk jama'a da wanda suka ba mu goyon ba, suka ba da haɗin kai, muna miƙa godiyarmu matuƙa da ƙungiyoyi namu da suka taho suka taya murna, wasu tun daga shekaran jiya har yau. Duk muna miƙa godiyarmu ga kowa, ubangiji Allah saka ma kowa da alheri. Wannan abu na farko dai mu ba haro bane, yau ina jin yarinya ta kusan 7 kenan wadda muka bada. Kaga in sabo ne an saba, iyaka dai daɗa sai dai ƙarin tajaddadi a ƙara sanar da yaran da su majazan nasu. Shi dai aure wani abu ne, ibada ce ta bauta Allah. Na farko duk wanda aka ce yau ya zo ya nemi ɗiyarka ka ba shi, to banda haƙuri ba abin da za yi, kai ma kuma da ka bada banda haƙuri ba abin da za ka yi. Sai ka ji ka ƙiji ka shi duk wani abin da zai zo yarinya ta kawo ma kwamfilan ko kuma wasu su kawo ma kwamfilan, to sai ka tsaya ka yi nazari domin ka a shiga gonar ubangiji. Dukkan yaran nan dai ina ganin daga su mazajen har matan muna masu kyakkyawar addu'a, muna masu kyakkyawar fata, kuma muna masu kyakkyawar addu'a ubangiji Allah ba su zaman lahiya, ya zannar da su lahiya, ya ba su abin da za su ci da su da yaransu. Kuma ina masu nasiha na farko su ji tsoron Allah,
su mazajen da su matayen. Dama shi aure na mutum biyu ne, da mace da namiji. Duk wanda ya ce zo mu zanna, Hausawa sun ce wai zo mu saba, to sai an yi haƙuri. Haka su ma uwaye, a madadinmu na uwaye sai an yi haƙuri. Dole sai an yi wani abin daɗi wani kuma abin ba daɗi, sai a yi ta haƙuri. Balle ma mun ba mu saba da yarinya ki zo ki ce mu ga kaza ba mu ce mu hau. Duk abin da za ki gaya mu sai mun tabbatar ba za mu tsaya mu biye ma halayen mata ba, mu ba za mu tsaya mu biye ma matan da za su ce su hau gaban mazajensu game da ɗiyansu, ba za mu yadda da wannan Allah da haka muna musu nasiha, muna musu addu'a, muna musu kyakkyawan fata Allah zanni su lahiya. Kuma da kuka tama mu wannan sabga kuka zo kuka aje lokutan ku kuka bata time in kuka zo ka taimaka mu da ku yan jarida da malamai da sauransu da abokai da yan uwa, duka muna ma kowa kyakkyawar fata, muna yin godiya da cewa ubangiji Allah saka muku da alheri. So da daɗi zaman aure mana da daɗi, zaman aure haƙuri yake, maza ne ke haƙuri da mata ko mata ke haƙuri. Kauna da daɗi, so da daɗi zaman aure mana da daɗi, zaman aure haƙuri yake, maza ne ke haƙuri da mata ko mata ke haƙuri. Ce da shi aure rahama ce da shi, idan halak yana ji da shi. Da kayi za ka kara girma, buɗe zai zo ma da dama. Idan jama'a ka kara kima, matar ka komai za ta yi ma, har wani mai gida za ta ce ma soyayya na da daɗi. Kauna da daɗi, so da daɗi zaman aure mana da daɗi, zaman aure haƙuri ake, maza ne ke haƙuri da mata. Gidan aure kala-kala ne, wani kaga laifin mijin ne, sai ya ɗau zigar mutane, wai matayen mu matsala ne. Hakinta ba za ya kula da shi ba, bai san ya lallashe ta ba, ko ya yi shawara da ita ba, bai girmama tunaninta ba, ba jin daɗin zaman suke ba.